ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي هتكون كور جوز الهند دي هنعملها في اقل من 10 دقايق وعلى البارد كده. وبمكونات متوفرة 3 مكونات بس، ومتوفرة ان شاء الله. وبتطلع مظبوطة قوي وسكرها مظبوط وطعمها لذيذ قوي وطرية، يعني مناسبة جدا للاطفال. ولو جربتوها ان شاء الله مش هتندموا وهتعجبكم جدا. وبسيطة قوي يعني، وشكلها بيبقى شيك قوي في التقديم. ولو اول مرة بقى تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله. وده بيبقى شكلها كده لما بتدخل التلاجة وتتماسك اكتر وتطلع. بصوا جميلة ازاي، يعني شكلها كمان شيك قوي قوي يعني. وطعمها رائع رائع بجد، يعني ان شاء الله لو جربتوها باذن الله هتعجبكم خالص. بصوا شكلها من جوه جميلة جدا يعني ورائعة يعني بجد، مش هقدر اقول اكتر من كده. ويلا بينا نشوف بقى عملناها ازاي. اول حاجة في البولة بتاعتي هجيب 3 قطع من الموز. هقشر الموز طبعا كده واحطه في البولة. وهبدأ اهرس الموز بتاعي كده بالشوكة كويس خالص لحد ما يتهرس خالص كله، ما يبقاش في اي قطع كبيرة. بعد كده هجيب كيس من الكاكاو المحلى. الكيس عبارة عن معلقتين كبار مليانين شوية. وهقلب كده بالشوكة، بس بعد كده هغير واجيب معلقة احسن عشان اخد الكاكاو اللي على الجوانب ده انزله في النص ويختلط يعني مع الموز. وهنقعد نقلب كويس خالص لحد ما الكاكاو يختفي تماما، ويعني يتوزع كويس خالص مع الموز، ما يبقاش الكاكاو ليه باين خالص، يبقى ايه داب تماما يعني، وده لون الشوكولاتة دي. بعد كده بقى هجيب المكون بتاعي اللي هيخلي الخليط يتماسك اكتر، اللي هو جوز الهند. هضيف الاول بالتدريج كده، هبدأ بمعلقتين كبار من جوز الهند. هضيف تدريجي تدريجي يعني عشان ايه الخليط ما يتقلش قوي وما يبقاش خفيف قوي. انا لسه حاسه طبعا اني محتاجه، فهضيف 3 معالق كبيره تاني من جوز الهند. وما تقلقوش يعني، جوز الهند مش هيخلي الموضوع سكره عالي، بالعكس انا برضو لما جربتها كنت قلقانه شويه ان يطلع سكرها عالي، بس بالعكس طلع سكرها مظبوط جدا ومقبول جدا، مش عالي خالص. تمام كده، كل ما اضيف شويه جوز هند بقلب كويس خالص لحد ما يختفي. طبعا لسه محتاجه تاني برضو، فهضيف 3 معالق كبيره تاني من جوز الهند. واقلب كويس خالص لحد ما برضو ايه الحبه دول يختفوا تماما. وصفة مغذية جدا للأطفال يعني، ومغذية عامة يعني، مش بس للأطفال، لأي حد يعني. وبدون إضافة سكر يعني، ما ضفناش سكر، اعتمدنا على السكر اللي في الموز وفي الكاكاو وفي جوز الهند يعني. وجوز الهند مش بيسكرها خالص، بالعكس بيديها طعم مميز وحلو جدا. تمام. وبعد كده هضيف برضو 3 معالق كبيرة تاني من جوز الهند، وأقلبهم كويس خالص برضو لحد ما يختفوا تماما. ما تقلقوش، ما يعني ما تتخضوش من كمية جوز الهند، لا بتطلع مظبوطة جدا في الآخر. انا عامه مش بنزل اي وصفه على القناه غير لما اكون مجرباها وواثقه ان طعمها ان شاء الله هيبقى كويس، يعني اكون عملتها في البيت واتاكدت ان طعمها مظبوط وحلو. زي ما انتم شايفين كده عملتها في البيت وحسيت ان هي طعمها جميل جدا وتستاهل انها تنزل على القناه. تمام. وضفت 3 معالق تاني وهقلبهم لحد ما يختفوا تماما برضو. كده الخليط بتاعي بدأ يتماسك اهو، زي ما انتم ملاحظين بدأ يتقل حتى في التقليب، باين ان انا الدنيا بدأت تتقل معايا. فكده هوقف كمية الجوز الهند على كده. هبدأ بقى اجيب الطبق بتاعي احط فيه شوية جوز هند كده، وهبدأ اخد شوية من الخليط بتاعي واشكله على شكل كورة كده واغطسها في جوز الهند ده. تمام. وبعدين احطها في علبة تلاجة تكون نظيفة ما فيهاش اي روايح طبيخ عشان الحلويات حساسة للروايح. تمام. وهشكل بقى الكمية بتاعتي كلها بالمنظر ده. انا الكمية عملت معايا 12 كورة، باقي الحجم اللي انتوا شايفينه ده.
الكمية بتتحدد حسب حجم اللي انتوا هتعملوا حجم اصغر من اللي انا عاملاه هيديكوا كمية اكتر، هتعملوا حجم اكبر من اللي انا عاملاه هيديكوا كمية اقل. ولكن انا شايفة ان حاولوا ما يعني تخلوا الحجم كده ايه وسط، يعني مش صغير قوي ومش كبير قوي. هي الحجم اللي انا عاملاه ده بيتاخد كده في قطمة واحدة وبيبقى ظريف وشيك في التقديم، وكمان بيدي كمية معقولة على قد الاستخدام كده، ما نكترش برضو كمية قوي، عشان انتوا عارفين الموز لما بيقعد فترة طبعا بيعسل وبيبقى طعمه مسكر شوية زيادة يعني. فلو انتوا حساسين للسكر زي كده، انا ما بحبش حاجة تبقى سكرها عالي. يعني حاولوا ما تكتروش الكمية عشان الموز ما يعسلش في التلاجة منكم وتلاقوا الموضوع سكره زاد. لكن الوصفة هي كوصفة يعني سكرها مش عالي خالص. انا يعني انا فعلا حساسة للسكريات، فانا ما بحبش اعمل وصفات سكرها عالي. الناس اللي بتحب السكر مظبوط الوصفة دي هتعجبكم جدا. وبس، وهتدخلوها التلاجة بقى لمدة ساعتين او الفريزر لمدة نص ساعة لو انتم مستعجلين، وهتاكلوها كده بالهنا والشفا، هتبقى جميلة جدا واتمنى تجربوها ان شاء الله. ولو جربتوها قولوا لي رأيكم، وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم.